اللاعب السوداني بيتعامل مع ضربة الجزاء كأنه خاش ينجلد في عرس، والله صح، بس بيشيلوا الهاشمية كده ساي انه يسدد ركلة الجزاء دي. ما في حاجة اسمها انه في لاعب متخصص في المنتخب، في لاعب بيسدد احسن مني، الكلام ده ما في. بس بيشيلوا الهاشمية انه يسدد يسدد، خصوصا لو هو كان سوى في ضربة الجزاء، خلاص ده تاني يا صاحبي، بالنية بس. والله صح. هسي عليك الله يجزوا لي نوح، الطريقة اللي سددت تبارك ركلة الجزاء دي، في لاعب كرة قدم ولاعب محترف بيسدد بالصورة دي؟ أول مرة أشوف لي ضربة جزاء كيوتية ولا كيوت بالطريقة الكيوتية دي، ولا أنت كيوت ولا ضربة الجزاء كيوت، ما فاهم أنا حاجة. لكن أول مرة أشوف ضربة جزاء بيسدوها بالطريقة دي. يا أخي ضربة الجزاء دي أنت اتقدمت إنك تسدد، خلاص، أول حاجة أجيب وقفة صحيحة، وقفة لاعب عايز يسدد ضربة جزاء. الشيء الثاني حدد الزاوية اللي عايز تسدد فيها. الشيء الثالث بعد ما الحكم ده صفر، خد نفس، اجبد نفسك ده وانتظر، اعمل لك حركه كده سهل، حسس الحارس زي انك عايز تسدد ضربه جزاء. لكن ما ممكن بس شلت الكوره كده بس الحكم صفر شوت. معقوله يا اخي؟ اقسم بالله والله ضربه جزاء مضحكه، والله اول مره يا جماعه اشوف ضربه جزاء بسددها بالطريقه دي. يا اخي احنا ما لعبنا في انديه ذاته بالطريقه دي وبنسددها. والله الحارس ده تشخطه كده لما يخلي المرمى.